على فكره كان يمدحه يا محترم ويا مؤدب، وصف الرافضي بالمؤدب، وصف الرافضي بالمحترم والاستاذ واخر دلع يعني. طيب يا اخي احنا اخوانك يعني، ما كفرناش. ما تخاف، احنا لما ننفخك احسن من ده، احسن من الرافضي يعمل معاك الغلط. الرافضي امبارح عراك لانك عراك في التفاصيل. سيبك منه. نكمل يا جماعه. نعم. الله مخلوق. شو ما جاوبتني على تعريف المفصل؟ المناظرة ليست في اصول الفقه. المناظرة شوف ازاي الواد المنسق بيقول له المناظره مش في اصول الفقه، هي تعريف المفصل ده حاجه محتاجه. محمد شمس الدين يا جماعه تاه في مساله المفصل، قاعد يبص، مش عارف يعني مفصل. ابسط شيء في ابسط تعريف، المفصل هو الذي لا يحتمل، لا المعنى الظاهر البين الذي لا يحتمل معاني اخرى. مفصل ويسمى بالمفسر ايضا. يعني لا يحتمل، هو معنى واضح بين ظاهر، بيسموه المعنى الظاهر. ايه ده؟ مش فاهم؟ لا. لا، بتتهرب من اي حاجه يسالوا فيها، في الاخر اضطر. بص اعمل ايه. لا مو بالاصول الفقه. لا هو قاعد يدعي شيء، قال ان الحديث مفصل، وهذا انا مو صحيح. اجيبك بالجواب. هو ما لا يحتاج نصا. المفصل هو ما لا يحتاج نصا غيره يفصله او يبينه. هذا هو. شفت ازاي المفسر هو الذي لا يحتاج نصا يبينه. ايه يا عم ايه الركه دي؟ ايه الربكه اللي انت فيها؟ ايه المفصل الذي لا يحتاج نصا يبينه؟ ماشي، المهم خليك معايا. عدى بعد ايه؟ بعد لما اتزنق بص الواد احمد عبد الحميد عطله عشان يجيب ايه؟ تعريف المفصل. جاب التعريف محمد، اوكي. هو ليه بيسال الرافضي الله مخلوق ولا مش مخلوق؟ ليه بيسالوا يا جماعه السؤال ده؟ لانه اتزنق في فكره. الرافضي قال له كلمه اصل من اصول المناظره. ايه الاصل الذي ذكره الرافضي؟ اصل يا جماعه، ده وهذا الامر يعني كل منكم يتعلمه. اصل الالزام. انت بتناظر عشان المناظره مبنيه على الالزام. يعني هو الرافضي هنا عمل صح، اشتغل صح. الرافضي اشتغل صح ازاي؟ قال له هات لي، انت بتقول العقيده قال الله والرسول والصحابه، انتوا بتقولوا كده يا سنه، احنا بنقول الله والرسول واهل البيت. يبقى ده الزام عنده، ده الالزام عليه وده الالزام عليك. فلما يقول لك هات لي ما يثبت ان الحد انت تثبت لله الحد، هات لي ده من الله من الله ورسوله والصحابه والقرن الاول كمان. قال له انا هتنزل معاك وهديك القرن الاول يعني على البيعه. فانت هنا بقى ايه؟ هنا بقى مش بتناقش سلف، انت مش بتناقش ابن العطار الله يرحمه ولا ابو عمر الباحث. لا، انت بتعمل ايه؟ انت بتناقش رافضي في الالزام. جبت ورا ليه؟ لان العقيده بتاعتك مش متاسسه صح، مش عارف تعمل حاجه. فقلت له معنى الحد ان الله فوق العرش. يا راجل، طب ما ابن العطار كان بيقول ان الله فوق العرش. ما اقمت القيامه على ابن العطار انه غير سلفي ليه؟ محمد شمس الدين انه طب ما انا اساله الله مخلوق ولا لا؟ فهيقول غير مخلوق. فلما يقول غير مخلوق، اللفظ غير مخلوق ده مش موجود في القران. يبقى انا اعمل ايه؟ اقول له اهو، يبقى انت مؤمن بانه غير مخلوق ومش موجود في القران، يبقى انا برضو ما تاخذنيش يعني مؤمن بان الله له حد ومش موجود في القران. شفت بقى العبره بايه؟ العبره بالمعاني. يبقى ما تزعلنيش ولا تزغزغني ولا تقول لي حاجه. يا ابني افهم. الواد الرافضي بيقول لك الله والرسول والصحابه. افهم. كسفتنا عرتنا لانك ما تشرفش حد صراحه يعني. انت فاهم؟ فقال لك الله والرسول والصحابه ومعاك 100 سنه، معاك 100 سنه غير الصحابه. يلا قال لك كده. انت بتفهم ولا مش بتفهم؟ لا انا مش بفهم. انا هقول له غير مخلوق وانت ناسي. انت مش مدرك. انت كده مش مدرك. انت مش مدرك اصلا داخل على ايه. دايس بنزين مش فاهم حاجه. طب هو افهم الالزام اللي قدامك.
افهمه وبعد كده رد عليه. لا، زي ما هو كان بيكلمني كده في الاول زمان يعني في الخاص، كان يقول لي يا شيخ انت لو انكرت على احد يكفرني فقد نسبت لي العصمه. نفس العقليه برضه فاشل.